ازيكم، اهلا بيكم في قناه يوميات ام ادم. قبل ما نبدا الفيديو صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل قرنبيط. دي كده واحده قرمطايه قرنبيطايه قرنبيطايه. جبتها وشلت طبعا كده فصصت الورد زي ما بتقولوا، او الفصوص كده كل واحد لوحده، وقسمت الفص اتنين او القطعه الاتنين زي ما هشوفوا دلوقتي معايا هعملها ازاي. ادي كده اهي. بجيب السكينه كده وايه وبعدل ربنا بنقسمها نصين. هنا بقى هي بقسمها هنا كده خلاص نصين، ملكوش دعوه باللون اللي في ايه ده كركم. هنعمل مع بعض الوصفه دلوقتي. ولو برضو شايفين ان في واحده يعني مش مظبوطه كده، المهم انتوا خلاها مظبوطه. دي بقى ميه يا دوب بس دافيه، يعني زي ما انتوا شايفين كده مطلعه فقاقيع. هنحط له ملح وكمون. الكمون شيء اساسي في القرنبيط، وان شاء الله عايزين نبقى نخلي مع بعض قرنبيط وجزر ان شاء الله في اقرب وقت، يعني ايه نبقى نخلي مع بعض. هنا بقى هنزل بكمون، يعني قرنبيط يعني كمون. هتنزل بقى يا عم بقى. معلش والله انا حاولت ان انا على قد ما اقدر اختصر لكم الفيديو، بس يعني هو طويل غصب عني. هحط له شويه كمون محترمين كده يا دوب بس يشم النار، يعني مش هحطه اللي هو بقى ايه افضل الميه تقلب فيه تقلب تقلب تقلب، لا يا دوب هو هيشم النار كده وخلاص. ممكن تحط رصوه في صينيه وتحطوا ميه من الكتل سخنة، ماشي، وتحطوا كمون وملح وترصوا اسمه ايه الزهر، اسمه ايه القرنبيط بتاعكم، وتحطوه على النار مفيش 10 دقايق وتشيلوه. انا طبعا مرضتش احط لقيت الكميه كلها كبيره فهقسمها على ايه، على مرتين طبعا، عشان ايه ما يبقاش حبه مستويين وحبه اهو. بصوا هنا بشيل تاني الميه مش واصلاله، يعني ايه قلت عشان خاطر ايه ما ياخدش معايا سوا كده وايه واستوى ايوه الحته دي هي دي بقى اللي بقولكوا وتشيلوها منه. لقيت واحده اهي، عشان ايه خاطر ايه انا كنت قلت اسيب يعني كام واحده كده. انا والله على قد ما اقدر، يعني معلش سامحوني والله الفيديو طويل ده غصب عني، والله انا مش شايلكوا حاجات كتير مسرعلكوا حاجات كتير، بس يعني سامحوني والله دي حاجه غصب عني. هنا بقى هجيب طبق كده فوت عشان اطلع فيه اهو. بصوا اول ما خد كده يا دوب تمسكيه كده يعني تلاقيه استوى تقشريه، يعني يا دوب ما تسيبوش كتير اكتر من 10 دقايق على البوتاجاز، يعني انتوا ما تصبوش كتير عشان يكمل سواية في الزيت. هشيل بقى كل الكمية وهكمل بقى الكمية التانية طبعا مع نفسي، عشان خاطر ايه انا مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده والله. يعني انا قصيت كتير شيلت كتير جدا، يعني اكتر فيديو تعبني في المونتاج. ويا ريت بس يا ريت يا ريت على قد تعبي ايه الاقي منكم بس والله. يعني بحب، يعني بشكر الناس اللي هي اول ما الفيديو ما بينزل بتخش ايه تدوس لايك على طول. هنا بقى هعمل ايه؟ هستخدم بيضتين اتنين ومج لبن، مش مج ونص لبن، ماشي. انا هستخدم بيضتين بس يا جماعه، لان طبعا الظروف صعبه. كان زمان بقى يقولك حطي بيض كتير، قرنبيط يعني بيض، لا هما بيضتين اتنين وساعات بيضه واحده كمان. هنا بقى ايه شطه، كركم او كاري او لون طعام اصفر، بابريكا، ملح، فلفل اسمر. هكتب لكم المكونات في صندوق الوصف طبعا، زي ما اتعودنا اي حاجه بنزلها بكتبها في صندوق الوصف. انا بقى هقلب كل المكونات مع بعض، وبعد كده بقى احط طبعا يكون القرنبيط بياخد خضره. هنا ده توم مهروس طبعا، يعني هو بيحب التوم، شبت وكزبره. شبت وكزبره حزمه وحزمه، يعني انا حطيت حزمه كزبره وحزمه، وهنا حوالي 5 فصوص توم مهروسين. نزلت عليهم على الخلطة بتاعتنا بقى هنا اهو. هقلب وبعد كده بقى ايه هنزل بالخضرة بتاعتي اللي هي متقطعة تقطيع صغير كده ومتصفية كويس، يعني نسيبها في المصفى، نقطعها ونغسلها ونسيبها في المصفى تتصفى خالص لحد ما تنزل كل السوائل اللي فيها. وبعد كده بقى هنزل عندي كيس نشا، كيس نشا اللي هو ب2 جنيه هنزل بيه وهقلبه برضو. كل حاجة ننزل بيها نقلبها على طول، ماشي. وبعد كده هحط معلقه بيكنج باودر اهي. بصوا معلقه صغيره، معلقه الشاي ديت هحطها. هما كانوا اخر حبه عندي في الكيس هنا اهي، بصوا قمت حطهم. معلقه الشاي دي البيكنج باودر بيخليه مش مكتوم، وبيبقى مقرمش كده وحلو زي الكيكه كده، يعني مفرغ من جوه.
مش مكتوم يعني، ما يبقاش معجن من جوه. هقلب برضو كل الحاجات ديت مع بعض. هي الخلطة بتاعته جميلة جدا، وتقدروا تعملوا منها بطاطس، يعني تقدروا تجيبوا بطاطس تدوها نص سلقة برضو زي القرنبيط كده، وتحطوها فيها وتقلوها. بس انا جوزي قال لي لا، مش عاوزها، كفايه القرنبيط. وطلع كتير جدا وفاض كتير يعني مننا، يعني فاضل تاني يوم كمان من القرنبيطة دي. فالمهم القرنبيطة دي انا كنت جايباها بكام يا ربي، ب10 جنيه، ب10 جنيه. وساعتها قالوا لي لا ده انت عارفه الزب كام، يعني انت ضحك عليكي، انت المفروض كنتي خدتها اقل من كده. يعني المفروض يعني التاجرة ان هي تديها له تديني فوق زيت الزيت يا جماعه يعني ولا ايه؟ هنزل بقى هنا بكميه الدقيق، هخليها سايله جدا. يعني بصوا هنا كانت عايزه شويه لبن كمان عادي، تقدروا تزودوا لبن تاني. بصوا هنا الدنيا ملخبطه حواليني بالدقيق، ما بكون بعمل حاجه فيها دقيق الدنيا بتبوظ كده. حطيت لها حوالي كمان ايه، يعني حوالي 5 معالق لبن، 5 معالق. حسيتها ان هي انتوا تخلوها يعني ايه، عامله عن مرقه ايه، عن عجينه الكيكه، مرقه عن عجينه الكيكه بشويه. ملكوش دعوه طبعا، بعيد عن عيالي اللي ما بيسيبونيش في المطبخ، واقفين جنب 24 ساعه. بس كده خلاص بقى، العجينه كده تمام، كل حاجه ايه تمام. بصوا اهي، اركنا بقى على جنب. نعمل بقى السلطه دي حاجه يعني، وجزر، بقدونس، فلفل، خيار، قوطة دوت، ب5 جنيه طحينة. ماشي، هفضيه وانزل عليه بمج مية دافية وشوية خل وشوية ملح. ماشي، وبعد كده بقى هقلب كل ده كده الاول، وبعد كده بقى هنزل بالايه، بالسلطة بتاعتي دي بقى. يا لهوي جربوها والله، بصوا هتدمنوها، حاجة كده خرافة، اقسم بالله حاجة خرافة يعني، جمدان. انا مشفتش اكتر من كده جمدان. هنا بقى معايا زيت سخن، طبعا يكون سخن، زيت يكون معتبر كده حلو. هنزل بقى هنا بقى، هحط كده القرنبيطايه، وبعد كده هنزل ايه، هنزل بقى في الزيت، وهعمل بقى كله كده. بصوا اهو انا مرضتش البس كرافز بقى، لان احنا اللي هناكل يعني، ما مش حدش غريب هياكل. وبعدين انا ايدي نضيفه بغسلها على طول. هنا بقى اهو بعد ما رصيت كل حاجه، ياخد تحميره كده، هقلبه. وهدوا النار، هدوا النار في الاول، هدوا النار عشان يستوي، ما ياخدش لون ويبقى من جوه ني. ارجوكم هدوا النار، انا بقول لكم اهو، بنادي بنادي على الجميع اللي بيعمل قرنبيط، يهدي النار. هدوا النار عشان القرنبيط بتاعكم يبقى مستوي ومتحمص كده، واخد تحميصه حلوه، ويبقى زي العسل، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، تبقوا شيفات قد الدنيا. هنا بقى بصوا هفضل اقلب كده، وهسيبه بقى ان هو يستوي. وبعد طبعا ما يتحمر هنطلعه على مناديل، عشان الزيت الزياده ايه، المناديل المطبخ تشربه. هنا اهو بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، وكان كده كمان لسه ما استويش. هنا بقى كان استوى، وكنت ايه خلاص بقى هطلعه، وكان حاجه كده مقرمشه. يا لهوي يا جماعه، ايه ده، كان حاجه جامده بصراحه. يعني انا ما عملتش دي تاني مره اعمله من 8 سنين جواز اهو، تاني مره اعمله عندي، مش بعمله يعني، دي تاني مره، مش بعمله على طول يعني، غير لما هو جوزي مثلا بيطلبه انا بعمله. هنا بقى طبعا اللي احس ان هي لسه لونها ابيض كده، مش اللون اللي هو الجلد الذهبي، هقلبها على الناحيه التانية. وبرده بعد ما نخلص بمصفة الزيت كده، نشيل كل الايه الزيادات ديت عشان ما تتحرقش معانا. يعني ايه، نشيل الزيادات ديت على جنب، الحته اللي ايوه هي دي هعدلها كده واسيبها. انا يعني ما رضيتش ان انا اسرع لكم، عشان مثلا اقول لكم ايه هتعملوا ايه وكده، وانا عارفه طبعا ان انتوا شيفات، وان انتوا بتعملوا احسن مني بكتير. ربنا يحسن طبعا ما بين ايديكم. وهنا بقى هو هطلعها كده لما تاخد لون ذهبي. وطبعا انا بقى كملت كميه مع نفسي اهيت. وهنا بقى رشه ايه خضره. يا كده بقى طبعا خلاص وصلنا للفيديو. دي السلطه، وحطيت مخلل، طبعا كان مخلل لسه ما تخليش عندي، لو